برعاية الدكتور قاسم الجبوري المحترم. هذه هي الزيارة الثانية للدكتور قاسم الجبوري ما عدا المناسبات والاحتفاليات اللي قام فيها للمكتب. وقد أفدنا دكتور قاسم بكثير من التوجيهات والتعليمات التي أخذنا بصددها والتي كانت إحدى الأدوات الفعالة في تطوير العمل المكتب. فنشكر الدكتور قاسم الشكر الجزيل على هذه الزيارات المتكررة من غرض منها هي العمل الجاد والمثابرة في سبيل خدمة ذوي الشهداء. فالشكر للدكتور قاسم. الدكتور قاسم تفضل. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله سيدنا محمد. اللهم أجركم بإخلاص استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ليت اليوم تجي زيارتنا أولا لسببين. السبب الأول هو تقديم الشكر الكبير لمكتب شهداء المكتبية والسيد مدير المكتب بما يبذله هذا المكتب من جهد كبير، خصوصا في استقبال معالي رئيس المؤسسة والصورة الكبيرة والجهد الكبير اللي ابداه المكتب من خلال ان شاء الله الاعلام الكبير والمتميز، وايضا من خلال اقامة الفعاليات والاحتفاليات اللي تضاهي عمل المديرية حسب اعتقادي على مستوى فردي انتم تقومون به. هذا بالشق الاول لسبب الزيارة. الثاني هي توجيهات ادارية مثل مكتب الشهداء المحلية وفي طليعة مكاتبنا المتميزة من حيث الأداء ومن حيث التواصل مع عوائل الشهداء، وأيضا عندنا جولة لزيارة عدد من عوائل الشهداء في المحلية وتسجيل مدير المكتب والبحث في الاجتماع إن شاء الله بعد هذه الجلسة. احنا مو في هدف رقابي يعني على أداء عملكم، بس احنا عندنا آلية صارت على جميع المديريات يكفون العدد الكبير في محافظة باب الموظفين تؤدي إلى أنواع الإشكاليات في بعض الأحيان. احنا أكثر من 600 موظف، أعلم أنه ملاكنا 60 واحد فقط. حتى التعيينات اللي نريد نطالب فيها هسه في هيئة الرأي دائما الكل يحلف على أنه باب المناقش. صراحة نطالب بقوة على أنه نكتب بعض التخصصات المهمة كالهندسة والقانون وغيرها، يعني نحاول نحسن كم درجة من عندنا ولو بسيطات، باعتبار أنها تحسن للأسف في كل سنة. كل سنة بعد تحسن للأسف التعيين. وأيضا هم نشوف نطالع وضعيتكم حول استثمار قطعة الأرض من مكتب الشهداء المحلية، حتى أيضا نضع الخطة الاستثمارية لمؤسسة الشهداء ومن خلال مجلس المحافظة اللي صار اتفاقية تعاون بين المجلس والمحافظة مع مؤسسة الشهداء بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مؤسسة الشهداء. هاي الخطوة بصراحة تجي أيضا يعني بشكل مباشر لتقييم الأداء الوظيفي. أيضا الأخ مدير المكتب يشرح لي بعض الجزئيات اللي أتمنى إخواني الموظفين يلتزمون بها، وأنا أيضا وضحت بعض النقاط اللي ضروري يصير عليها الموظف. احنا معاكم في كل الجوانب التساؤلية، لكن بالمقابل التزامكم بالدوام، احترام المراجع، يعني آليات الوظيفة هي تعطي هيبة لمؤسسة الشهداء. والموظف في بعض الأحيان يعني في غير الوزارات الأخرى يجي أحد الوزراء يعاقب الموظف، يعني من الناحية الإدارية يستحق العقاب ومن الناحية الإنسانية ما يستحق العقاب فيمضي في عقاب. ليش؟ في بعض الوزارات مو في مؤسسة حتى يجعل هيبة للمؤسسة. احنا ما نريد شيء، احنا نريد موظفنا هو يجعل هيبة للمؤسسة، باعتبار مؤسسة الشهداء هي طبعا من مؤسسة الشهداء تفرد، القانون ما يسمح لأي أحد يجي يدير مؤسسة الشهداء غير ذوي الشهداء. هسه انتم الله من عليكم بالتعيين، اخير ما من عليكم بالتعيين، هذه ايضا نعمة كبيرة، ويعني اتوقع يعني انه كلكم مجاورين للمكتب ماكو بعيد. وحجعكم واحد بعيد. عندنا بالشوملي خالد الشوملي وعندنا يعني قصدي هو اقرب شيء هو المكتبية هو الحمزة غيره. صح. فاحنا هم نتمنى معكم يكون العمل مع المراجعين، يعني انت لا ترجع وشنو طلبه، وجهه بالتوجيه القانوني اللي ممكن يعني توجهه به بالاتجاه الصحيح. لا تقول هذا الموضوع ما يصير، قل هذا الموضوع يعني تروح تراجع سيد مدير المكتب، سيد مدير المكتب هو يوجهك. عندك جواب قانوني جاوب،
باعتبار احنا هنا لما نكمل عوائل الشهداء. عفوا احنا اليوم في ظل تعديل قانون مؤسسة الشهداء راح نحط كمان فئات اخرى للعلم، ولا زلنا البرلمان كتاب على انه يكون فئات الحشد الشعبي وشهداء الارهاب مع مؤسسة الشهداء. وطبعا كل واحد من امتيازاته والخصوصيات، هذا راح نسوي العمل بعد اكثر وجبه اكثر. لكن تبقى مساله حجم التضحيات في الشهداء. الكل شهداء، الكل لهم قيمه اعتباريه عندنا، الكل محترمون هم وعوائلهم وذويهم. بس يبقى حجم التضحيه لشهدائكم حجم اكبر من يعني تضحيه اخواننا في شهداء الارهاب او في شهداء الحشد الشعبي او غيره. الحشد الشعبي. هنا راح تكون ابواب خاصه بالفئات، اتوقع انتم راح تهتمون بهاي الفئات الثلاث. اليوم احنا اذا ما قدرنا نخلق فئه واحده وتكون صدورنا رحبه للجميع، ما اتوقع راح ننجح في اداره الملفين الباقيين اللي راح يجوا. فاني امنيتي وطلبي معكم الالتزام بتوجيهات سيدي مدير المكتب اللي تجينا عبر المديريه وعبر المكتب. يعني التمسك بالاداء الوظيفه بشكل اتم، حتى وان كان عمل ما عندكم. اللي عنده قضيه خاصه سيدي مدير المكتب، الالتزام بالدوام. يعني انا اليوم كانت زيارتي مفاجئه ولزياره عوائل الشهداء، بس بالطريق الحج خابر ما اعرف. يعني احنا ما قاعد قال دكتور انا الدنيا اليوم اروح للتربيه، فمن قال اروح للتربيه عن تغيير اسم المدرسه قلت له عنده مال قال ثلاثه اموال جايه بالطريق. فيعني هو يعني اطلع عليه السرير يخاف يطلع، قلت فلان جاي لك بالطريق فلا تطلع بكره ترمي. وهذا الموضوع احنا مو من باب نجي نقول اداء في الوظيفه، بالمقابل احنا ايضا من يقيمنا، ايضا يكون مسؤول علينا ويقيم ادائنا ويكيف هيئه الرئيس تشتغل فلان انت ما اشتغلت فلان تسوي الجانب الفلاني. احنا بنقول اكو تقصير مو معناته يعني هو خلد منه، هو اكو تقصير واكو انجاز، بس بالمقابل يريد الالتزام في اداء المكتب، مكتبكم من المكاتب الجيده واتمنى من عندنا انه يكون على نفس الديمومه ونفس الاستمراريه في اداء الوظيفه. انا ما راح اطيل عليكم صراحه. اذا اكو مشاكل خاصه ومشاكل فرديه لبعض الاخوان عندهم بعض الطلبات عند السيد مدير المكتب، اللي عنده نقل يريد النقل يقدم طلب للسيد مدير المكتب، اللي هي بواسطه السيد مدير المكتب يهمش عليه اذا ما عندي النقل وعندي البديل ويدز زياده الحل. انا ادز على المديريه قلت لهم مشهود عليه واخذه اجيب. اللي عنده بعض التفاصيل عن موضوع التعيينات، احنا لحد الان ما قسمت التعيينات، عندنا 500 درجه مقابلها 30,000 توقيع موافقه، ومقابلها مطالبه لبعض المديريات بالتعيينات وما فيهم احنا ايضا مقابله. فاحنا بصراحه راح ناخذ التخصصات الجيده وخلينا اليه الضوابط والتعيينات الجديده. بس بالمقابل ان عندكم منتجع عوائل الشهداء تسال عن التعيينات توجهوهم وين؟ الى دائره الخزينه. الجيل الباحث الاجتماعي هو توجيه بهذا الجانب. ابناء الشهداء، اخوان الشهداء، امهات الشهداء، زوجات الشهداء، ولد عم الشهداء، ابناء خال الشهداء، يعني هاي الدرجات الرابعه. الكل يكون توجيههم بالتنويه في دائره الخزينه للفصل السياسي. يوم القراج الموحد نحن يروجون وانا ايضا زرتهم سويت لهم كتاب شكر تنظيم تعاون كيف. هاي فرصه حقيقيه لتعيينهم، لتعيين وتفضل. مو اعمار في الخزينه يعني؟ لا هي اعمار يعني 85 و 86 هو اصلا ما واصل 18 هي سكنت التسعينات. لا اقصد يعني الاعمار الكبيره فيها كويس. احنا كل العراق مروج 19 و600 معامله، كل العراق. الحله واحده مروج 20,000 معامله في الخزينه، وهذا يحسب يعني هذا يحسب لجهد مكاتبنا ومديريتنا ووعي الشهداء. 90% بالاستعلامات، فاليوم الوزيره اجت فقعدت 90% من المراجعين هم من اهل الحله وواحد من بغداد. يعني اذا كان عددنا 10 9 8 من اهل الحله وواحد من بغداد وواحد من عمان. فلما انطرح الموضوع فيترى على انه احنا ندز عوائل الشهداء، انا كنت مو صح. عوائل الشهداء في الحله عندهم وعي اكثر من ذلك. هسه من خلال المكاتب ومن خلال اداء المديريه ومن خلال القرب السكاني والقرب الجغرافي، مو مثل الشطره عن الناصريه 80 كيلو. احنا الحله كيلو مش ما يجوا ما بيجوا. فاكو حركه وعي. احنا عندنا بالخزينه مروجين 20,000 اكثر من كل العراق، اكثر من بغداد وغيره. فاحنا في الحله عندنا اكثر متعينين، احنا في الحله عندنا اكثر تنسيق مع كل الوزارات والمحافظات. هذا يعطي مؤشر جيد. اتمنى ايضا من الباحث الاجتماعي يكون توجيه بهذا الجانب انه عوائل الشهداء لحد الدرجه الرابعه يكونون موجودين في دائره الخزينه.
واحنا بصراحه ما في متعاونين ويانا هم، وايضا نسقين امورنا على موضوع خزينه بابل في الامانه العامه للوزراء حتى نسهل العمل يعني ربع نمشي. هم كلهم ان شاء الله شهداء، بس احنا نمثل حل اولى، يعني انه اولى من كل المحافظات المنظمه خصوصا عراشة. انا ما عندي شيء، اذا انتم عندكم شيء تبون تطرحوا بفصحوا في مسائل انا استمع. اذا ما عندكم شيء حتى نحجي نتوكل نزور دعوات الشهداء هنا في مدينه المدرسه شيء. سيدي تفضل. لا دكتور عندنا شغلتين، الشغله الاولى هي المكتب. عندنا هاي القطعه الثانيه مال المكتب مأجره للبطاقه الذكيه. ردنا جهودكم انه ناخذ يم البلديات ويم المحافظات. انا هم صار حجار نروح لسيدي المحافظ ناخذ بهم موافقه. هم سووا ويانا خدعه. احنا من اجرنا هاي البنايه سووا ويانا خدعه. البلديه قالوا على اساس ان البطاقه الذكيه هي تابعه المصرف، هم دائره حكوميه. ما كنا نعرف البطاقه الذكيه ولا نستخدم البطاقه الذكيه. هي ما يصير كشف، يصير دكان، هو مو يعني ممكن في ما يحتاج اكثر محلات اللي يشتغلون محلات البسيطه اللي هو بطاقه كيس الرواتب ويسوق. لا هو سجل رواتب بس. هذا الموضوع الثاني موضوع السياره. سياره المكتب عندنا سياره قديمه مستلميها بغداد عندهم علم بها انه ترى السياره عاطله وما تشتغل وما تخدمنا، حتى انه مطيهم علم من كان ابو عباس موجود. كل الاوليات وانا طاحن وزير التشكيل مباشر ان شاء الله بس هو شنو قالوا خلوها السياره راجعه. لا لحد الان موجوده عندنا بس لا يمي موجوده ودنا نستخدم سياراتنا بمكانها. نأجر والله من عندنا مرات. ما باقي نأجر نطلع زيارات بها. اليوم طالعه تفصيليه تكتب كل الاوليات تجيب اليوم مباشر. النقل تقصد بخارج المؤسسه؟ طلبات تجينا يدخلون الى خارج المؤسسه. اللي يمكن من الى خارج المؤسسه لازم يجيب عدد مانع من يعني اذا مكتب شهداء المبحثيه يجيب لا مانع لدينا نقل درجه التخصص المالي ويتوفر البديل. ليش؟ باعتبارنا ما تدخل مؤسستنا يعني نعطي عدم ممانعه من النقل، بس واحد مدير المكتب على هذا الموضوع يكون عندي البديل. نقدر يتحمل مدير المكتب مسؤوليه. يعني ما عندي تخصص، يعني ما عندي تخصص بكالوريوس وما عندي شهاده بكالوريوس، ونجي نطلع الاوليات نلزمهم بعدم ممانعه 6 بكالوريوس. وياي؟ هنا السيد مدير المكتب يكون في وضع قانوني حدي ما يقدر يطالب، وبالتالي هو مسؤول امام الله وامام ذوي الشهداء في كل منطقه انه يترك بعض الناس الجيدين في اداره المكتب تقديم كل دعوات الشهداء. هاي مسؤوليته الشرعيه والقانونيه. اما يدي نق احنا معنا صراحه ما فيك، احنا قلت لك عندنا محتاج لنا 60 موظف، عندنا 600 يعني احنا احنا الان في طور ننقلهم بدرجتهم وتخصيصهم الى وزارات ذات رواتب افضل واحسن من وضعنا، بس بالمقابل نحافظ على ديموميه مؤسستنا وعلى ادائها. يعني المؤسسه كلها موافقه للنقل؟ مشروطه. حجيه تفضل. قدمت تعيين بابني وانا عندي شهداء 4. اقول يا والد ابنك والد 87 شو نخلص؟ ابتدائي. ما يتعين والله يا حاج. وجيتك للمكتب. ما يتعين. انا الزملي شيل شرطه ندز شرطه محليه. وعندي ابني الاخر بس والد. شهيد؟ ايوه ما اعرف لحد الان. ما يتركون رواتبه؟ لا ما اعرف. بعد الحجي هاي شهداء سبايكر بالقصور الرئاسيه لسه ما وصلها الحج الشعبي والجيش حتى يطلعون دفاع منهم ويشوفون شهاده وفاه. الله يرحمه ان شاء الله. هذا ابن شلايين الشرطه نعين عن المؤسسه ما نقدر. جيتك للمكتب هم شدت صح. والطلب قالوا الحله ابتدائيه متوسطه اعداديه ما ينعين. بكالوريوس يكون ما موجود. يعني مثلا احنا مهندسين مدني ما عندنا. مهندس تبريد ما عندنا. قانونيين عندنا. اما ابتدائيه اخوان احنا عندنا 360 واحد يقرا ويكتب. هاي
بس خلينا نعطيكم يعني خطه تفصيل. فاحنا نحتاج بكالوريوس اختصاص، يعني من هسه الان الحين واحد علينا دعوه يريد نترافع، عندنا عدل اصابع قانونيه، يريد محاسبين. احنا الان منفصلين عن دائره الخزينه، ما عندنا مو كثر، عندنا 3 أو 4. يريد مهندس تبريد، يريد مهندس مدني، يريد مهندس كهرباء، ما عندنا ولا كلمه. واحنا يا دوب حصلنا 20 درجه من ذل ال 500، ما نحصل هواي، لانه كل الانظار علينا. كل ما قالوا ما تبيعوا عجاجه الا بنرد بالهم. فاحنا ماخذين حصه، يعني مو مال حصه 10 مديريات ماخذين. وجهتها البغداد يعني ما تمشي؟ هذا وجهتها البغداد. راح يجيني الجواب وانا مطمئن للجواب انه اذا يريد شرطه محليين دز. ولا غير شيء؟ اذا ما وين غير شيء يعني المؤسسه حجيه ما قلت لك احنا عندنا 30,000 موافقه بالتعيين منها 500 درجه. 500 درجه توزع على 17 مديريه ومكتب وحسب الهيكليه. يعني مثلا السماوه عندها 20 موظف، السماوه عندهم 1100 شهيد، السماوه كلها عندهم 20 موظف. المدحتيه عندكم 300 موظف، 400 شهيد، 500 عندكم 45. القاهره عندهم 400 عندهم 35 شهيد، يعني اكثر من السماوه مكتب واحد من مكاتبنا اكثر من مديريه بالكامل. وبالتالي صارت المكاشفه والمصارحه. هم وافقوا على ان يكون التخصصات المطلوبه، لانه اذا قلوا انا اريد يقولوا طلبك مو قانوني. فقلت لهم انا ما ملزم بالتعيينات اللي سبق وان صارت، ما حد اخذ راينا بيها. لانه انا ادري بيهم مضوا بالتعيين، ما عندي مشكله بعد، ما حد يقدر يرجع لي ورا، حتى الوزير الجديد. فمن قلت لهم انا ما عندي مشكله بيهم، بس انا مو سبب بتعيين دول حتى احصل جديد. سببها رئاسه المؤسسه انه ما اخذت رايي. فانا احتاج تخصصات حتى احصل ليش كم درجه. يعني انا الهدف اللي عندي احصل ليش كم درجه من ال 500. فصار احصل بين 30 الى 40 الى 50 على شيء. الا ذل. غير ما نحصل طبعا اكون فارغ بها التحصيل. الابن راح يتقدم على الاخ راح يتقدم على الحفيد، اذا ماكو حفيد يتقدم. يعني سوينا هرمي، مو يجي الحفيد يتقدم والابن ما يقدم. مع احترامنا للاخوان يعني الحفيد الشيء. بس الابن اولى. من يجي الاخ يتقدم والابن يتقدم وهي درجه واحده واثنين من نفس التخصص تكون للابن مو تكون للناس. يعني ايش سوينا؟ كانت سابقا ما كنت عندنا حتى غير من ذوي الشهداء تعين. وهذا الموضوع مو صحيح بالنسبه لعوائل الشهداء. هاي رساله خاطئه. يعني هي اسمها مؤسسه الشهداء والقانون لا يجيز تعيين اي واحد مو من ذوي الشهداء في مؤسسه الشهداء. الان عندنا مشكله مع وزاره الماليه تقول دولتهم خدماتهم لو تنقلهم بدون بالدرجه والتخصيص. ملزمين. والان احنا في طور ننقلهم كلهم الى وزاره بالدرجه والتخصيص. القانون ما يسمح لهم يكونون. قانوننا الماليه تقول اذا ما تسوون هذا الاجراء راح اوقف رواتبهم. باعتبار حسب القانون ما يجوز تعيينهم. يعني اكو مخالفه قانونيه في تعيينهم. فاحنا حتى باعتبار الناس يعني هم تعينوا وكذا فما نقدر احنا بعد نرجع لورا. قلنا لهم راح ننقلهم بدرجتهم وتخصصهم المالي على ان لا تعتبر هاي الدرجه من ملاعب. يعني يعوضون بهم مستقبلا. فراح يعوضون بهم مستقبلا وننقل الى خارج المؤسسه. لانه الوضع القانوني في المؤسسه مو صحيح. يعني تعيينه بمخالفه قانون. ايش من الخريجين 86؟ حجي هي اعمار محدده. مشمولين الاختناق موجوده، مشمولين اكو فئات عمريه مشموله. مشموله، نعرف مشموله. استاذ هاي مثلا على الشرطه يعني عادي يعني ذوي الشهداء اللي عندهم ابتدائيه اعمارهم صغيره ما مشمولين بالفصل السياسي. احنا عندنا حصه بالشرطه باعتبار الان الدرجات الوظيفيه بس للجيش والشرطه، ماكو درجات وظيفيه. حتى هسه مخلين 500 انا زميلتهم 500 ما راح تجي. ليش؟ لان البلد يمر بازمه ماليه كبيره وهذا الموضوع ما يصير اطلاقا. حتى ال 500 ما يدخلون، انا قلت وياهم. بس انا احكي لكم كواقع ورقي موجود قدامنا هذا. بس هل الدوله راح تفي بالتزاماتها؟ يقول لك ما ممكن، وما تقدر تفي بالتزاماتها اطلاقا. ليش؟ لان البلد مصفر وما عنده موازنه والحرب مستمره. اذا زحوا على الشرطه يعني عادي بس محافظه انت شنو هذا؟ مو بغداد اللي اقول اللي ينقل من مؤسستنا عندنا موظف. انت تنقل مؤسسه على الشرطه؟ قدم طلب، جيب موافقه ونحن. قدم طلب مدير المكتب يجيب على تفضل يا اخوي. احنا على الفصل السياسي ليش؟ والله يجوا اخواني يجوا. لان الرجال 87 انا 87 الرجال ما مشغوله بالفصل. اللي متخرجه اللي متخرجه اتمنى اللي متخرجه خلي تقدم على انه تقرا وتكتب. يعني نصح عوائل الشهداء. اكو اتفاق على القانون، احنا على ما نعدل القانون
يكون القانون تعدل او اللغه. اقول اتفقوا عليه تعينوا حتى لو بدرجه يقرا ويكتب. اللي تروح مثلا ماكو تزامن بين شهادته وبين الاستشهاد، انا اللي سويت مطالعه الرئيس مؤسسه الشهداء طلبت من عنده تحديد كتاب الامانه العامه بالغاء التزامن باعتبار ذوي الشهيد اذا ما تعين، حتى انا بال80 يستحق التعيين، عندهم مواد بال90 حتى لو ما تعين بال80، يعني ورا ال90 ما لي حق اتعين، يعني انا لي حق كله ما لي حق، فطالبنا انه يسوون كتاب يلغون التزامن، بس هذا امتى يجي؟ هذا يجي بعد ما تنفذ كل الامور. اقول اللي خلينا نلتف على القانون، اللي شهادته بيها يعني فارق خليه يقدم شهاده، خليه يقول انا اقرا، خليه يقدم عليه يضمن الشهاده والدرجه الوظيفيه تتعدل الشهاده، ما لها علاقه، هاي توحد التسكين ليش ما صار استثناء؟ مو كيف سياسية. قانون الفصل السياسي مهم المؤسسه، قانون الفصل السياسي شمل كل الفئات، المهاجرين، المؤسسه السجناء، هذا قانون قود الامانه العامه للوزراء مو كان قوده. لذلك هسه شوفين وين هم قاعدين، مو يم قاعدين دائره وحتى اسمه دائره الخزينه تابعه لوزاره المال، مو يم وين عندنا. دكتور احنا بصدد تعديل قانون المؤسسه. اي نعم. انا احكي لك انا بالنسبه لي شاركت ويقدر يستوعب التعديل 2009 التعديل الجديد. عندنا هسه بشغله ذوي الشهداء. الشغله الاولى بالنسبه لصرف الرواتب المتراكمه، دائره المحاربين رجعت المعاملات. اول نقطه رجعت المعاملات لانشاء الوفاه ما تذكر رميا بالرصاص او عند قرار هو مقابل جماعيه الرصاص منين يجي؟ هاي حليناها. المشكله الثانيه الشهيد المتقاعد هو شهيد متقاعد والشهيد الكاسب. هذا شو هذا ايضا انحل، راح يكون 70 مليون مقطوعه. ايضا انحل. يبدا تربع معاملته. يعني شوف خلينا الان في هاي طور الازمه الماليه الخانقه تجي لك الرواتب المتراكمه وبينهم بس لهم حقوق. نعم. الشهيد الكاسب، الشهيد غير موظف، الشهيد غير جندي، هاي التفاصيل انحلت راح تكون مقطوعه على ان 70 مليون انتهى الموضوع، بس صار قرار من الامانه العامه. الموضوع الشهداء العسكريين دماعتهم هاي مال اطلاقات ناريه انحل الموضوع على انه نستعين بالقضاء وشهاده شهود على انه كان عسكري يصدر بعد قرار يمشي. وزاره الدفاع قال انا ما عندي مشكله امشي. وين يصير هذا يعني راح تجيك توجيهات ان شاء الله. ما بعد توجيهات. بعدها استنى يعني احكي لك ذاك الاسبوع صار مداولات ومناقشات في بيت الرئيس. انا كنت تصلون لي احنا عائله الشهيد ينتظرون بس سؤال اخوه تفضل استاذ. انت فتره هذا لو سيدي يلا عملت مقدمه تسوي فتره العقد انا عقد من 2007 وثبت في 2012 يعني 4 سنين عندي و8 اشهر عقد ما محسوب. سوي لي طلب السيد مدير خلي يرفع لي سوي شيء. انا يعني ورقاتك وحجز اي واحد عنده موضوع طلب واحد يرفع لي حد ساعه. مشاكل عوالي هذا الشق الاول من السؤال. الشق الثاني عوالي شهاده. خلينا تكمل. الشق الثاني الفصل السياسي انا مسجل من 97 يعني من شريك عقد اللي عنده مظلومه شخصيه انا بدايه حديثي قلت خلي يسوي طلب بالسيد المدير يجي. مو بس حكي استفسار انا ما اعرف. الحساب الفصل من 97 ل 2003 5 سنوات بس من اجى ثبتت والحسابات ما حصلت ولا قيس يعني عليه ما حصلنا فروقات عليه. خليني اقول لك بس الفصل السياسي لاغراض العلاوه والترفيه مو لاغراض يعني فروقات يعني فقط تدوك علاوه وظيفيه وترفيه وتستحقين يعني الراتب حسب ما يمنحك هذا الفصل من علاوه حسب الدرجه اي حسب اما يقول شاب يتدرج من ما والله هو هذا القانون بس الطور انطوا راح يسحبوه كل اخوان ما يدرون به انطوا صحيح وانطوا خلينا نقول لكم فرض قضيه من تاريخ تقديم الطلب يعتبر له فصل سياسي يكون من تاريخ تقديم الطلب مو فتره شموله. اكو فرق. انا قدمت 2008 اجى فصل سياسي 2011 يعطوني من 2008 الى 2011 بس انا شملت فد 20 سنه مو يعطوني ليش الباقيات ما يعطوني يعطوني من تاريخ تقديم الطلب. انا اجى وانا كنت عقد كان مشهور قصدي هسه انت 2009 اجى ايوه ثبت في 2012 يعني وانا الفصليه انا ما مفتهمها صح. انت تسوي لي طلب راح اكتب لك الدائره الاداريه والماليه راح يرجعوا لي خبر يقولوا لي يا بالموضوعيه وحده اثنين ثلاثه. قلت لك هاي عقد ليش ما تضيفوا لي اياه؟ انا الزمك انا جاوبك بس انا ما اريد اجاوبك حتى تستعجلين توقف حتى تستنين. انت العقد يقولون راح احنا بس تجينا الدرجات الوظيفيه راح نضيف كافه عقود. ليش؟ لانه هذول من نضيف لهم فتره العقد يحتاجون درجه وظيفيه ننقلهم من هاي الدرجه نسكنهم في درجه اخرى.
احنا هاي الدرجه الاخرى نسكنهم بهم ما عندنا لان ما عندنا درجات. فاحنا من تجينا درجات وظيفيه راح نسكن نشيل هاي الموظفه نخليها هنا ونستخدم درجتها السابقه نعين بها اخر. فهم لانهم ما عندهم درجات وظيفيه ما يقدرون يضيفون اي مده خدميه لهذا النحو ابدا. حتى الفصل السياسي الان ما نقدر نضيفه ليش؟ لان يحتاج الى تسكين في درجه وظيفيه اخرى. الاخ استاذ دكتور بس هذا نهاية يعني عوائل الشهداء والمقابر الجماعية. المقابر الجماعيه ما اعرف مو علينا اهتمام بالمقابر الجماعيه. اما هم ذوي الشهداء لا برعايتهم. وتعرف دكتور يعني 3/4 الناس يعني الحين نقول احنا ايش قد عندنا مثلا 50% لقوهم ناس بعدهم بالمقابر الجماعية. وقلت لك المقابر الجماعيه مو من صلاحيه مؤسسه الشهداء المكتب يا اخوان. حسب القانون من صلاحيات وزاره حقوق الانسان. لما رحنا الى احدى المقابر الجماعيه اشتكت علينا الوزاره. والقضاء حكم صالح. واحنا نعرف. زين من جانبنا يعني احنا على حقوق الانسان مو علينا؟ لا مو علينا على حقوق الانسان. مثلا خلينا نقول احتفاليات تصير هناك كيف الشغلات هناك. احتفاليات بالمقابر الجماعيه خلينا نبين. اولا المقابر بعيده جدا. واحنا ما فيكم، احنا اليوم هذا النفس الطيب ما نقعد في العوائل، ما فيكم ولا في الموظفين. انه احنا نروح نسوي احتفاليه بالمقابر الجماعيه. يعني خطيه يعني عوائل الشهداء خطيه. احنا اليوم ثقافتنا بدات تندرج نحو ثقافه الاموال. دكتور الان عوائل الشهداء عيون من مؤسسه الشهداء فقط اموال. انا ما فيكم. ليش يعني ليش؟ انا قلت ليش؟ لانه احنا يعني مرات يقارنونا في شهداء الجمهوريه، حتى نقعد في اجتماعات هي طبعا. احنا ذوي الشهيد لما انعدم الشهيد ترعرع ونشا وين؟ في حضن العدل. وياي كل طرق الارهاب والمسوغات والانحرافات خلاها بجانب. الفكريه والروحيه وكلها. يعني هذا صحيح دكتور؟ بينما في ايران من الشهيد يستشهد وين ابناء وعائلته يكون؟ في حضن من يرعاهم. وياي؟ في حضن فلذلك تصير ثقافته اوسع من عندنا. احنا اليوم مع الاسف نتيجه الحرمان الكبير اللي عاشوه عوائل الشهداء على كل المستويات يتمنى يخطو خطوه اتجاه الامام حتى يواكب الحياه. مو عيب يقول لا، والدوله مقصره صار لها 11 سنه بعد. يعني تصور تاسل يموت بعد ما يخوم الحفل. المفروض من تاريخ صدور قانون المؤسسه اي واحد كان مشمول بهذا القانون له حق. القانون اعرج مرات. الاخوان اللي شرعوه ما يلتفتون لبعض الثغرات الظالمه. يعني مثلا زوجه ما عندها ابناء والزوجه واخوه. كل الحقوق تروح للزوجه والاخوه ضاله. فقانون غير منصف وغير عادل، واللي يخلوه مو اهل اختصاص ولا عندهم ذيك العلميه الكبيره والتماس مع عوائل الشهداء. يخلي على انه نص قانون ونجح في تشريع قانون. والله العظيم في بعض الاحيان تشريع القانون عدم تشريع القانون خير من تشريعه. وياي؟ فانت مثل ما شئت بعض الهموم والالام عندنا. احنا اليوم يعني بدينا نتجه على موضوع الدراسه ان شاء الله. موضوع التعليم ذوي الشهداء، اي واحد يروح يدرس دراسات عليا، دراسات اهليه، كذا، كل اموال وكل مصاريف على مؤسسه الشهداء. كانوا يطلعون 20 طالب يخسر عليهم 18 مليار يدفعون من الهند واليابان، بينما 18 مليار درسنا 28,000 طالب داخل الجامعه. وبالتالي تصير منظوميه ومحسوبيه، اللي يطلعون فقط اللي مجلس الوزراء على البعثات، يطلعون فقط ابناء المسؤولين، ابناء الوزراء، يحسنون استخدام فقط. ولد الخالق. احنا هاي الخطوه اليوم انهيناها تماما، وقفناها. يعني ما خليناها وراح نحول كل هاي الاموال للداخل، فاي واحد اللي يدرس، اي واحد اللي يتعلم ان شاء الله راح تجيكم ضوابط قبل حج سعد قبل المكتب. دكتور لا ننساها انتم ذويكم اي واحد يدرس مشمول بقانون مؤسسه الشهداء يروح عقله يكمل. اللي الفلوس نعطيه احنا ندفع له كل فلوسه وما له علاقه، يدرس ابتدائيه، يدرس متوسطه، يدرس اعداديه، يدرس بكالوريوس. شغله العمر هاي لازم تناقشوها. العمر ناقشيه ومستثنى من العمر من المعدل والعمر. صحه ولا شهاده يعني ما حد قضاء يشهد بالشهداء يشهد ما حد يدري حصه يعني قاضي من عندنا وبينا سيد ما حد يدري حصه كان. هاي الامور غير مفعله. التعليم العالي ما كانت تنطق حصتنا في البعثات. ما في. لما مسكنا الملف احنا اليوم ما حد قضاء وانا انحى. فلما رحنا قابلنا الاخوان المدراء العامين في بعض الدوائر المسؤول عنها، قلنا بحسب القانون انت ما متجاوز. احنا القانون يحميك ويحميني، وهذا القانون اللي تقول ما اعطي جاوبني بكتاب رسمي فكرهم قالوا لا احنا مستعدين نعطي ما دام القانون. اقصد قلت لك احنا اليوم امتحنا موظفين القانونيين عندنا في الدائره القانونيه نسبه في قانون. عندنا موظفين نسبه. انت اذا موظفيك ينسبون في قانونك في باقي الوزارات تفتهم فيحتاجون الى توعيه كبيره الى باقي الوزارات مو انك.
وايضا يحتاج الى توعيه كبيره على صعيد اراضي الشهداء. اللي يسوي قضاء دكتور، اللي يسوي تركه قضاء كبيره سيدي. قاضي ابن الشهيد اخو الشهيد قاضي حتى هو يعرف امور الشهيد باللجان الخاصه. ليش ما اخلي ابن الشهيد؟ يعني من هسه القاضي مالي خاصه من شباب شيء موجود. استاذ عباس سيد علي لا هسه تغير صار عباس، صار سيد علي علاب. انا اشكركم كثيرا. حجان ذكر عندي مواعيد ناس. دكتور بس في تنويه بسيط. يعني ما كانت فنيه يعني اطول بيه شيء. تنويه بسيط. تنويه بسيط. بالنسبه للمقابله الجماعيه احنا عندنا احتفاليه بها ان شاء الله الاسبوع المقبل. راح نقيمها بمقبره بكر. احنا ردناها بمقبره ابو حجل، لكن مقبره ابو حجل انه طريقها ترابي وغير صالحه وبعيده. فاتفقت انا والسيد مدير المديريه انه نقيمها بمقبره بكر ان شاء الله الاسبوع المقبل. جزاكم الله خير وانا اشكركم كثيرا وراح نكون ان شاء الله. نتفق من المكاتب الجيده ونجيكم ايضا من مدراء جيدين وشادمين، وانا لكم تستمعون من كل الوجهات، وهذه الوجهات اللي تجي عبر المديريه وعبر هيئه الري. دكتور بس الاجتماعيه محتاجه يعني هنا غرفه واحده. اعرف انا هو موضوع دكتور احنا نريد نتنازل احنا ناقشنا في موضوع راح نطرح لكم اياه على الشيء ان شاء الله.